تخيل إنك طالب في ثانوي أو إعدادي وبتدور على مصدر يجمع لك كل حاجة: كتب، مراجع، أسئلة امتحانات، فيديوهات شرح. بدل ما تضيع وقتك في جروبات الفيس أو تلف على المكتبات، في مكان واحد بيضم كل ده، وهو بنك المعرفة المصري. والفيديو ده هيغير طريقة مذاكرتك، فخليك معايا للآخر علشان تعرف إزاي تدخل وتستفيد من كل قسم جوه الموقع. المنصة دي اتعملت مخصوص علشان الطلبة في مصر يلاقوا محتوى علمي موثوق، من أول المناهج الدراسية لحد الأبحاث العالمية. إيه هو بنك المعرفة المصري؟ هو أكبر مكتبة رقمية في مصر ومفتوحة للكل، وتقدر تدخل عليه من أي جهاز متصل بالإنترنت. وفيه محتوى للمرحلة الثانوية زي بنك المعرفة المصري المرحلة الثانوية، وكمان للمرحلة الإعدادية. والموقع الرسمي هو www.ekb.eg. بنك المعرفة المصري. خطوات التسجيل والدخول بشكل مبسط. كتير من الطلبة بيحتاروا في موضوع التسجيل. خليني أشرح لك بطريقة سهلة. تدخل على الموقع الرسمي وتضغط على كلمة الاشتراك في بنك المعرفة المصري، وتكتب بياناتك: اسمك، البريد الإلكتروني، رقم الموبايل، وتختار الفئة: طالب، معلم، باحث. وهيجيلك رسالة تأكيد على الإيميل، تضغط عليها علشان تفعل الحساب. وبعد كده تعمل تسجيل دخول بنك المعرفة المصري وتبدأ رحلتك. محتوى المنصة. المحتوى مش مجرد كتب PDF، لأ، ده متنوع جدا. أسئلة علشان تراجع قبل الامتحان، وتدريبات تفاعلية بتخليك تحل وتعرف الإجابة الصح، وفيديوهات تعليمية بتشرح المناهج بأسلوب مبسط، ومقالات علمية حديثة للبحث والتوسع، ومحتوى خاص بالمعلمين علشان يطوروا طرق التدريس. ليه بنك المعرفة مهم للطلاب؟ المنصة دي مش بس بتسهل المذاكرة، دي كمان بتخليك تعتمد على نفسك. يعني بدل ما تستنى ملخصات أو ملازم، تقدر تدخل وتذاكر من مصدر رسمي. الطلبة بيحبوا بنك المعرفة لأنه بيجمع كل حاجة في مكان واحد، وبيخليك تذاكر في أي وقت من غير قيود، وبيديك أسئلة مراجعة، وبيخليك تتعود على البحث والاعتماد على نفسك. تجارب واقعية. في طلبة كتير بيحكوا إنهم قبل الامتحانات كانوا بيخشوا على بنك المعرفة ويلاقوا أسئلة مشابهة للي جات في الامتحان. واحدة من الطالبات قالت إنها كانت بتذاكر من أسئلة بنك المعرفة المصري للصف الأول الثانوي، ولما دخلت الامتحان لقت نفس الأسلوب. وده بيأكد إن المنصة مش مجرد موقع، دي فعلا أداة قوية للتحضير. نصائح للاستفادة القصوى. خصص وقت يومي تدخل فيه على بنك المعرفة وتذاكر، وجرب تحل الأسئلة وتراجع الإجابات علشان تعرف مستواك. ولو عندك مشكلة في الدخول، جرب تعمل تسجيل دخول لبنك المعرفة من متصفح مختلف، واستخدم خاصية البحث علشان توصل بسرعة للمحتوى اللي عايزه، وشارك زملائك بالمصادر اللي لقيتها، ده هيخلي المذاكرة أسهل. شرح تفصيلي لكل قسم داخل موقع بنك المعرفة المصري. موقع بنك المعرفة المصري تسجيل الدخول للطلاب مش مجرد صفحة إلكترونية، ده عالم كامل مليان أقسام متنوعة، كل قسم معمول بعناية علشان يخدم الطالب والمعلم والباحث. لما تدخل على www.ekb.eg بنك المعرفة المصري، هتلاقي نفسك قدام مكتبة ضخمة فيها كتب ومقالات وفيديوهات وأسئلة امتحانات ومصادر تعليمية من أكبر دور نشر عالمية. قسم المناهج الدراسية. ده القسم اللي بيهم الطلبة أكتر حاجة. فيه محتوى خاص بالمرحلة الثانوية زي بنك المعرفة المصري المرحلة الثانوية، ومحتوى للمرحلة الإعدادية، وأسئلة مراجعة وفيديوهات شرح مبسط للمناهج. الفايدة: الطالب يقدر يذاكر من مصدر رسمي ويحل أسئلة مشابهة للي بتيجي في الامتحانات. القسم الثاني هو قسم المكتبة الرقمية. ده أشبه بمكتبة ضخمة أونلاين، فيه آلاف الكتب والمراجع في كل المجالات، كتب علمية في الكيمياء والفيزياء والأحياء، ومراجع في التاريخ والجغرافيا، ومقالات حديثة من دور نشر عالمية. الفايدة: لو أنت طالب أو باحث، تقدر تلاقي مصادر موثوقة بدل ما تضيع وقتك في مواقع غير دقيقة. القسم الثالث هو قسم الفيديوهات التعليمية.
القسم ده معمول للطلبة اللي بيحبوا يتعلموا عن طريق المشاهدة، فيه فيديوهات شرح المناهج خطوة بخطوة ومحاضرات من أساتذة جامعات ومحتوى تفاعلي يخليك تفهم بشكل أسرع. الفايدة: بيساعد الطلبة اللي بيلاقوا صعوبة في الفهم من الكتب وبيخلي المذاكرة ممتعة أكتر. القسم الرابع هو قسم الأسئلة والتدريبات. ده القسم اللي بيخلي الطالب يحس إنه في امتحان حقيقي، فيه تدريبات تفاعلية بتديك النتيجة فوراً ونماذج امتحانات سابقة. الفايدة: الطالب يقدر يقيس مستواه ويعرف نقاط ضعفه قبل الامتحان. القسم الخامس هو قسم المعلمين. مش بس الطلبة، المعلمين كمان ليهم نصيب. القسم ده فيه طرق تدريس حديثة ومصادر تساعد المعلم يطور نفسه وأدوات تفاعلية يقدر يستخدمها في الفصل. الفايدة: بيخلي التعليم في مصر يتطور ويواكب العصر. القسم السادس هو قسم البحث العلمي. ده القسم اللي بيخدم الباحثين وطلبة الجامعات، فيه مقالات علمية حديثة وأبحاث منشورة في مجلات عالمية وأدوات بحث متقدمة. الفايدة: الباحث يقدر يلاقي أحدث الدراسات من غير ما يدفع اشتراكات باهظة. القسم السابع هو قسم الدعم الفني. لو واجهتك مشكلة في الدخول أو استخدام الموقع، القسم ده موجود علشان يساعدك. فيه أسئلة شائعة وإجابتها، وطرق التواصل مع الدعم الفني، وحلول لمشاكل تسجيل الدخول. وبكده نكون لفينا جوه كل أقسام بنك المعرفة المصري، من المناهج الدراسية لحد المكتبة الرقمية والفيديوهات والأسئلة التفاعلية. والمنصة دي مش مجرد موقع، دي فعلا مستقبل التعليم في مصر. لو استفدت من الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشير لزملائك علشان الكل يستفيد، واشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد. وافتكر دايما: التفوق مش صدفة، التفوق اختيار، وبنك المعرفة هو أول خطوة في الطريق.